ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا بقى النهارده شوفوا مش هتكلم خالص، هسيب اختي وحبيبتي سمسمه العمده هي تتكلم. كلمني يا السلام سمسمه. عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. طبعا يا حبايبي متابعين ام يوسف ناديه الشرقاوي. ناديه الشرقاوي، حبايبي كل سنه وانتم طيبين. وعايزه منكم كده بقى حبايب سمسمه اللي يعرفوني، عايزه منكم تشتركوا عندها في القناه وتتابعوا القناه، تحطوا لها لايكات، تابعوا الفيديو للاخر. وهي يا جماعه بصوا بنت بلدي مش حد غريب ولا حاجه. وعايزه منكم بقى كده تشجعوها انها تستمر في القناه، وربنا يكرم الجميع يا رب، ويكرمها ويوفقها يا اللهم امين، ويديها على قد نيتها. بص طيبه وحبوبه كده زي سمسمه. ربنا الله يخليكي يا حبيبتي. حبايب قلب سمسمه العمده وناديه الشرقاوي، انا بعرفكم على نفسي يا ولاد، للناس اللي جايه لي جديد من عند سمسمه او من اي حته. حبايب قلبي انا من المنصوره، بلديه سمسمه العمده، وعايشه في سينا. طبعا اللي متابعني من يوم فتحت القناه عارف، اللي مش متابعني على راسي، وشرفتوني ونورتوني، احلى اخوات في الدنيا. انا لسه واصله دلوقتي سينا، بقالي الوقت بتاعي يجي ساعه ونص كده او حاجه، حتى ما قدرتش ما لحقتش انام شويه. فزي ما انتم شايفين بقى الكوبايات بتاعنا كده مكان البسكوت، وجبت معايا حبايب قلب الطماطم والبطاطس، هعمل مكرونه كده سخنه، وطبقين بطاطس محمرين بقى، وشيبس وزيتون ومخلل وخضره. ماشي يا حبايب قلب، علشان ايه؟ نشوف بقى نعمل مع بعض ايه. بس ده مش روتين ولا اي حاجه، انا عايزاه لكم روتين سخن جدا، روتين يليق بحبايب قلب. ماشي يا حبايب قلبي، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجه بسيطه بس ورانا. بس قلت بقى بشغل الكاميرا يا حبايب قلبي واعرفكم ايه على نفسي. لسه الناس اللي داخله معايا جديد ما يعرفونيش، شرفتوني ونورتوني، ووجودكم على دماغي يا احلى اخوات واحلى عيله في الدنيا. انا بيكم مكمله يا حبايب قلبي باذن الله، وقناتها هتكبر وهتبقى زي الفل باذن الله بيكم والله. ربنا يسعدكم ويكرمكم بخواطركم. يلا بقى، انا عندي وعد لسه، قسما بالله اول ربح اخده من القناه بتاعتي ومن الفيديوهات بتاعتي هنعمل وجبه خير كبيره ونوزعها مع بعض باذن الله يا حبايب قلبي. بس قولوا كده يا رب يكرمنا. ويعني احنا عندنا نفسنا برضو ناس مغتربين كتير، وناس عايشين عمال كتير، باذن الله نعمل لهم احلى وجبه في الدنيا ونوزعها مع بعض. وانا جبت الحله الكبيره بتاعتي قوي بتاعت الفرح معايا وانا جايه من البلد من المنصوره، علشان برضه نطبخ ونعمل مع بعض وجبات خير، وربنا يكرمنا كلنا كده ويكبر خواطرنا ويسعدكم. بس اللي انا عاوزاه منكم تشدوا حيلكم معايا بس في المشاهدات يا حبايب قلبي، علشان القناه بتاعتنا مش هتكبر الا بيكم. ماشي يا حبايب قلبي اهو. وانا بشكر كل متابعينا اللي جايين ليا من لسه جداد، وجايين ليا من عند سمسمه العمده. انتوا على دماغي وشرفتوني ونورتوني. حبايب قلب سمسمه العمده هم حبايب قلب ناديه الشرقاوي، وهي اختي وحبيبتي وما تحرمش منها، وبنت بلدي، وكلنا يعني اخوات وحبايب مع بعض. انتوا عارفين الريف وتربيه الريف، كلنا كده مع بعض حلوين يا حبايب قلب واخوات واصحاب، وربنا يكبر خواطركم يا اللي بتشوفوا لنا الفيديوهات. هنخلص بس مع بعض الطبقين بتاعنا البساط دول وارجع لكم تاني. اهو يا حبايب قلب زي ما انتم شايفين كده اهو. قلنا بقى نغسل الرخام بتاعنا، عشان احنا عندنا هنا الجو هوا، والرمله الناعمه اللي هي بتاعت سينا اللي انتوا عارفينها دي، او بتاعت اي مكان. فقبل ما نجهز الغدا بتاعنا قلنا ايه، نغسل الرخام بتاعنا كده ونظبط الدنيا مع بعض. انا سايبه الشقه نضيفه يعني الحمد لله، بس برضو انا بقالي اسبوع تحت او زياده، علشان كده تبقى الحته نضيفه مع بعض واحنا بنجهز الغدا بتاعنا اهو. يا رب بس اكون بفيدكم لو بمعلومه بسيطه، او الفيديوهات بتاعتي خفيفه على قلوبكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. بحبكم في الله، وربنا يكبر خواطركم ويسعدكم وما تحرمش منكم. يلا هتشاهدوا لي الفيديو وتحطوا لي لايك والاشتراك. بحبكم في الله يا احلى عيله واحلى متابعين واحلى جمهوريه سمسمه العمده وناديه الشرقاوي. كل اللي جالي على دماغي شرفني ونورني وكترني حب وحنان. ربنا يسعدكم ويكبر خواطركم وما تحرمش منكم كلكم، عشان حتى لو الواحد حط اي حاجه على الرخامه تبقى نظيفه قبل ما نشتغل ونشوف هنعمل ايه. احنا المشوار بتاعنا يا اولاد باخد سفر 5 ساعات او 5 ساعات ونص، خلي بالكم يعني سفر جامد برضه. اما بنوصل بنكون صدعنا، ويعني ربنا الاعلم بينا اهو. زي ما انتم شايفين بس كده حاجه سهله وبسيطه اهو، وخلصنا اللي ورانا علشان ايه، نجهز الاكل بتاعنا يبقى في ثانيه كده حلو ونضيفه زي العسل اهو.
اهو يا حبايب قلبي بقى ننضف الطماطم بتاعتنا زي ما قلت لكم على نظافه كده، على الرخامه تبقى نظيفه علشان ايه نعمل المكرونه ديت. يعني هي الحاجه الوحيده اللي انا هلحق اعملها الوقت عشان عيالي جعانين، وفي نفس الوقت انا مش الجسم واجعني من السفر ومش قادره، فاعمل اللهم صل على النبي مكرونه وبطاطس محمره وشيبسي وكده يعني زي ما انتم شايفين. اهو يا حبايب قلبي بقى زي ما انتم شايفين كده اهو خلصت بقى الطماطم فرمتها عشان ايه اعمل المكرونه بالصلصه زي ما انا قلت لكم. انا مش هسلقها بقى، انا هعملها بالطريقه اللي هي اسمها ايه شاربه ايديها، او مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه، احنا بنقول عليها شاربه ايديها. ماشي اهو ننزل بس كده معلقتين صلصه من البرطمان بتاعنا ده علشان ايه يطلعوا الحموضه اللي فيهم او المواد الحافظه اللي فيهم. انا مش دايما خلي بالكم بعمل الاكل بتاعي بالصلصه، مش على طول يعني اهو. بس المكرونه يعني ايه بحب اعملها بالصلصه علشان تبقى حمرا وحلوه كده. الطماطم بتاعتنا اهي بتبقبق بقبقه يا ولاد اهو. خلاص انا ما بحطش على المكرونه بتاعتي اكتر من فلفل اسمر وكمون بس وشويه الملح اهو عشان تحس يعني يبقى طعمها مكرونه اهو. خلاص متفقين يا ولاد؟ قولوا متفقين. اكله سهله وبسيطه اهوت، بس حبيت برضو اشارككم الفيديو وحبيت عشان برضو اشغل الكاميرا معاكم لما رجعت سينا، واشكر كل المتابعين الجداد اللي بيخشوا لي كل يوم، وحبايب قلبي اللي بيستنوني انزل فيديوهات. بحبكم في الله يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. بس دي طريقتي في المكرونه بقى الصلصه بتاعتنا كده مع الطماطم بتتسبك وبتبقى بشكلها الجميل العسل دي كده. بقوم نازله بقى بالمكرونه تشرب الصلصه بتاعتها، هوريها لكم برده يا ولاد، هوريها لكم ليه بركه اللي انتوا اهو يا حبايب قلبي. المكرونه بتاعتنا النهارده بقى احنا هنعمل ميكس من المكرونات اهو، سموها بقى ايه يا حبايب قلبي ايه مكرونه بواقي رمضان. ماشي يعني انت عندك كيس من دي وكيس من دي عادي مش مشكله، هنعملهم مع بعض وهتديكي ميكس جميل وهتبقى مكرونه زي العسل وزي السكر باذن الله اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ونحمر بقى شويه بطاطس محمرين كده بقى ومخلل وخضره ونمشي يومنا اهو. شفتوا لزوم المكرونه بتاعتنا اللي هي شرب اعدادي ما تبقاش الميه مغطياها اكتر من كده. ماشي يا حبايب قلبي علشان ايه تبقى معاكي مفلفله وزي العسل. نغطي عليها بقى تشرب من الصوص بتاعها ده ونبقى ايه نطفيها. ايه يا حبايب قلبي شوفوا شكل المكرونه بتاعنا جميل ازاي اهو. رجع الكاميرا شويه ورا عشان تبان كده اهو. شفتوا لسه ما شربتش الصوص بتاعها وجميله ازاي وزي العسل، والميكس شكله حلو مع بعض ازاي اهو. والبطاطس بتاعتنا كده يوسف البطاطس اهو. البطاطس بتاعتنا رخرة تتحمر اهي، اكله سهله في ثانيه كده. ماشي يا حبايبي اهو يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. المكرونه المفلفله بتاعتنا الجميله دي وحمرت طبقين البطاطس دول وجرجير ودوت المخلل المشكل اللي انا كنت عاملاه معاكم في رمضان، خدت منه شويه في البلد وسبت الباقي هنا عشان لما اجي اكل منه. ماشي ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وارجع تاني اشكر حبايب قلب سمسمه العمده وكل اللي يجي من عندها عندي. ربنا يسعدكم ويكبر خواطركم، وما تنسوش اللايك والاشتراك، ومع الف سلامه.